ايه اللي حصل يا جدعان لفيلم محمد رمضان الجديد؟ يا جدعان الفيلم جاب 150 مليون جنيه نسبة ايرادات في ثواني. السينمات تقرر ان تشيل الفيلم ده من دور العرض. وهل فعلا فيلم سيفن دوجز ليه علاقة بالموضوع ان هما يشيلوا فيلم محمد رمضان ويخلي فيلمهم هم عشان يجيبوا اقصى ايرادات؟ يا جدعان الموضوع فيه كلام كتير، فبقى صلى على النبي وكمل معايا لحد الاخر ولايك بقى ومتابعة عشان عايزين نوصل 2000 اخ واخت. يلا بينا. اللي حصل يا جدعان ان الشركة المنتجة لفيلم اسد اكتشفت حاجة غريبة جدا، ان الفيلم بتاعها بيتعرض في جميع السينمات المصرية 168 حفلة في اليوم، وفي افلام تانية قدامه بتتعرض 620 حفلة في اليوم. فقلت لك ايه ده، ايه اللي بيحصل ده تهريج ده يا جدعان ولا ايه؟ فاول حاجة ان السينما اول حاجة ليها ان ان ناس تشوف ايه اكتر فيلم هي عايزاه، فهي بتقدم خدمة للناس. يعني والله ناس والله عايزة كلها فيلم مين؟ فيلم اسد، وفي افلام تانية قدامه. فطبعا السينما بتعمل ايه؟ لا، فيلم اسد هو اللي يشتغل في كل ايه، كل السيارات اللي موجودة في السينما. فده طبيعي يا جدعان، يعني ده امر بحت. العميل اهم حاجه، اهم حاجه شوف العميل عايز ايه وقدمه له. واول حاجه معلش ده مكسب للشركه، الشركه اللي هي السينمات. مالناش دعوه بقى في فيلم اسد، فيلم سيفن دوجز، اي فيلم في الدنيا اهم حاجه العميل شوف العميل عايز ايه. لا يا باشا شغل له يا باشا الفيلم بتاعه اللي هو عايزه. لا يا باشا دخل يا باشا للسينمات. فطبعا الشركه المنتجه قالت لك لا ده حرب، ده كان الناس كده بتحاربنا. لا بس هي الفكره هي من زمان الموضوع على كده، ان هي السينمات ممكن تشيل اي فيلم في الدنيا، بس اهم حاجه العميل شوف العميل عايز ايه وقدمه له عادي كده. فدي يا جدعان اول مره واول سنه يعني فيلمين سنه واحده يتشال. عندك فيلم سفاح التجمع اتشال، بعد طبعا رجع طبعا رجعوه تاني، بس بعد ايه بقى؟ بعد خراب خراب مالطا يعني. وفيلم اسد بعد ما حقق 150 مليون مشاهده، 150 مليون دخل، اتشال برضه. فانا ربنا بجد حاجه غريبه وانا فعلا مستغرب لها. ناس تقول لي بقى في قلب الكومنتات هل فعلا فيلم سيفن دوجز هو السبب ان فيلم اسد يتشال ولا ايه بالظبط؟